الغزاله ديالي اش ديروا؟ انا باغا ندير روتين. المهم نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله، وتكونوا بصحه جيده. انا دوشت وباغا ندير روتين لوجهي وبغيت نشاركو معكم بما انني باغا نستعمل لي زاباغاي جداد. بغيت نوريكم. المهم غنغسل وجهي بلوماديا، هاد الرغوه اللي فيها انزيمات اللي تيديروا لك تقشير غير مباشر للوجه. هذه رغوه زوينه البنات، غادي تلقاوها في السيت، زوينه بزاف للغسيل ديال الوجه. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه جدا، وبالنسبه للناس اللي عندهم الروساشيه الورديه، عندهم حساسيه في الوجه، عندهم eczéمات في الوجه، فهذه راه طبيه، راه زوينه بزاف هاد الرغوه هذه. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيات من الصابونين، هذه راها زوينه بزاف 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 للغسيل ديال الوجه اليومي، ديال الاستعمال اليومي. قلت لكم غادي ندير السيروم الرائع لتحت عيني. السيروم هذا البنات غوتشيو كيلابرا، هذا تيدار للفم، التكماش اللي تيكون هنا، لحقاش بوستر ديال لي فيتامين، وتيدار تحت العينين الهالات الا كانت عندكم الكحوليه دايره بالعين، ولا كانوا عندكم دوك التجاعيد الدقيقه، لا كانوا تجاعيد غارقه البنات، راه من طبيعه الحال ما غيهزهاش ليكم سيروم باش نكونوا واضحين. ولكن الا كانت دقيقه هذا تيجبدها. الا كانت دقيقه بحال باديه دوك التجاعيد، دوك الخطوط الرفيعه اللي تتكون تحت العين، ولا كانت الكحوليه تيقضي عليها، تيخلي هاد البلاصه فريش، وتيخلي فيها واحد اللون يعني فاتح، تيفتح اللون وغني بالهيلورون صوري. قراو عليها البنات، قراو، دخلوا وقراو في السيت المكونات اللي فيه. المكونات الاوليه فيه الهيلورون صوري، فيه حمض الهيلورونيك، فيه فيتامين سي، فيه الكولاجين، فيه الالاستين، فيه فيتامين بي 5، فيه فيتامين بي 1. واعر هاد السيروم البنات، واعر. المهم غادي ندير صافي، مسحت وجهي، غسلته مزيان ومسحت حرفتو، كنحس بواحد الرطوبيه ومع لابو مع كتسخن. ما نقولش لكم على تتحسي براسك نقيه، وجهك نقي بحال خارجه من الحمام مع السخونيه اللي كتطلق. المهم غنمسح وجهي بطونر، طبعا الطونر ديالي. غنمسح وجهي بطونر، ضروري البنات الطونر ضروري، عرفتوا؟ الا كنتم كيفاش نقول لكم مربيين وجهكم على الطونر، ما عمر لي بور ما غادي يوسعوا، غتبقى لابو كومباكت، ما غيوسعوش لكم لي بور. ضروري الطونر من بعد كل غسيل تيعادل حتى الحمض ديال البشره، وتتكون البشره مستعده انها تستقبل اي برودوي غديري عليها تيعطيك ايفي احسن. المهم ضروري من الطونر البنات الوجه والعنق. منين درت الطونر غادي ندوز دابا لتحت العينين، غادي ندير السيروم الرائع. هنا كاين البارد وهنا كاين السخون، هنا البارد وهنا السخون. يعني بغيتي السخونيه في الوجه كتبركي على هادي كتعطيك السخونيه، دوك الحبيبات كيعطيوك، دوك اللعيبات كيعطيوك سخونيه. المهم كتستعمليها، والاثمنه ديالهم البنات ما غاديش يكونوا بحال الماركه المعروفه اللي سبق ليا وريتها لكم، لحقاش انا عندي الماركه ديال فوريو. المهم راه دايرين اثمنه اللي خياليه، وهذه راه بحال ما كاينش الفرق. هذه بالعكس، هذه فيها هذا الترمو هذا اللي تعطيك السخونيه في البشره، وانت كتغسلي كيعطيك السخونيه في الوجه. يعني كيعاونك بزاف انك تقشري تقشير سطحي بحال هكا من فوق لابو ديالك، تتقشري وكيغسل مزيان. ملي كتستعملي هادو ديال السيليكون كتغسلي البشره مزيان وزوينين. حتى عرفتو كتحسوا بها كتكرط الوجه مزيان. ندير بها بيلينغ حتى لفمي، لحقاش انا فمي ديما مقشر بالدواء بالملحه ديال الليثيوم. كتحسوا بها كتغسل مزيان وطالقه السخونيه، عرفتو سخونه. ولا بغيتيها بارده ممكن ديريها حتى بارده، عرفتو طالقه السخونيه في الوجه. المهم ماسيت مزيان تحت عينيا، ماسيت مزيان وداكشي اللي بقى دهنته بصبعاني ودرت شويه ديال المساج بصبعاني. المهم السيروم 3 في 1. هاد لا فيرسيون هادي راه ما بقاتش، تباع كلشي تبارك الله، كلشي تباع، ما بقاش منه حتى واحد. المهم دوك النهار قلت لكم راه باقا 40 حبه، غير حطيت ستوري طارو حتى دوك 40 حبه ما بقاتش. غادي تخرج فيرسيون جديده قولي هذا فيلم. غادي تخرج كوليكسيون جديده ديال سيروم ترينونو بالبيرل نوار، وغتخرج اكثر فعاليه.
من الاول. هذا فعال جدا، ولكن هذا الجاي غيكون اكثر فعاليه. يعني طورنا في المحتوى اللي فيه، طورنا في يعني المكونات اللي فيه، في التركيبه ديالو طورنا مزيان ودرنا لا بيرل نوار اللي كتليفتينغي مزيان لابو، ودرنا فيها احماض اللي كتصفي لابو من الكلف ومن الطبيع. دابا غادي ندير لوجهي دي كريم، بغيت نوريها لكم النيت لحقاش زوينه البنات بزاف. انا كننصحكم في هذا الصيف بلا فوندوتا تيتشقق بالعرق. انا بعدا وجهي تيعرق بزاف وتنعرق من الحجباني، وديما هاد البلاصه عرقانه ليا، تنعرق بزاف من وجهي. داكشي علاش ما تنديرش الفوندوتا نهائيا، لحقاش الفوندوتا واخا تنبغي نديرو ونبغي نستمتع به انا ويبان الوجه كله بحال البورسلان وهادي، تيتشقق غير كنبدا نعرق تيتشقق الفوندوتا ما تيبقاش زوين. لهذا هاد دي كريم واعره البنات. هانتوما شوفوا هي الشكل هي بيضه كيف ما كتشوفوا معايا، اللون ديالها ابيض. كديريها في لابو ديالك كتادابطا اللون مع وجهك. هانتوما شوفوا هي غتولي قهويه، هانتوما شوفوا كيتادابطا مع اللون ديال وجهك. وفيها SPF 15 اللي تيحميك من اشعه الشمس. المهم غادي ندير شويه في يدي، كتجي على شكل رغوه هي كيف ما كتشوفوا على شكل رغوه، وكتابليكيها على الوجه وكتخليها واحد بضع دقائق. ولكن انا دوك الدقائق غادي نماصي فيهم وجهي وغنطويه مزيان بالديرموفاتشال براش. واحد لا ماشين رانا وريتها لكم البارح، هي اللي غادي نستعمل باش هي اصلا هذا الرغوه وهي محطوطه تدير لك اون سون بيلينغ، يعني بيلينغ تدير لك تقشير غير مباشر وهي محطوطه. المهم كنديرها بحال هكا على وجهي. هنا عندي هاد لاباغاي هذه البنات، هذه الا عجباتكم غنجيبها لكم. الا عجباتكم المهم تنشوف انا التفاعل ديالكم، الا عجباتكم من طبيعه الحال غنجيبها، علاش لا. المهم كتشعل من هنا كتبدا تفيبري، هنا كتزيدي الليفيل. هنا كاين نسيت ما قلت لكمش، اليوم جربت منين دوشت الشامبو والماسكارا. شامبو عندي 3، يعني خاصني نختار واحد. غنختار واحد لابوراتوار صيفطوا لي 3 للشامبو وقالوا لي شوفي انتي واش باغا تبيعيهم ب3، باغا تحطيهم للبيع ب3 ولا باغا غير واحد. صراحه انا غندير غير واحد لحقاش هذاك اللي كاينين 3 لي شامبو. كاين الشامبوان ديال الجيلاتين هو باش غسلت تيخلي الشعر رطب، تيخلي الشعر حريري ورطب. وكاين شامبوان بلوك شامبو ديال اللون اللي تيبلوكي لك اللون، تيحافظ لك على اللون. وكاين دايلي شامبو واحد اخر للشعر الجاف جدا. المهم انا غادي نختار ديال المهم غنجربهم كاملين، ولكن انا شعري ماشي جاف جدا، انا شعري جاف غير من الاطراف. غادي نجربهم من طبيعه الحال كاملين. بالنسبه للبلوك شامبو انا ماشي مع هذاك بلوك شامبو ديال المهم كيف ما شفتوا كتادابط مع اللون ديال وجهك، تعطيك واحد لا كوفرونس ولا واحد التغطيه خفيفه وفي نفس الوقت زوينه. تغطيه اللي زوينه. نتوما شوفوا اللون كي تيولي غادي للغوزي زوين، ماشي شي لون اللي خايب. هذه دي كريم تتماشى مع اي نوع ديال البشره. كاينه الدارك وكاينه الميديوم. البنات اللي بيضات خذوا الميديوم، البنات اللي سمرات خذوا الدارك. ها نتوما كيف ما شفتوا. وفيها SPF 15، يعني فيها تغطيه ديال الشمس. بالنسبه للبنات اللي في اوروبا راه كافيه لهذا الشهر هذا، باقي ما كايناش شي شمس النيت. بالنسبه للبنات اللي في المغرب كننصحكم تاخذوا عوض الكريم ديال الشمس اللي تدير لاكني، كدير بزاف ديال المشاكل في البشره لحقاش تكون عامره بالسيليكون وبالبارابين. خذوا شي سبراي بحال هكا، هذا ديال غارنيه فيه 50 SPF. المهم كما قلت لكم سبراي بحال هكا وترشوه على الوجه غير من الفوق، ترشوه غير من الفوق بحال هكا على الوجه. كافي جدا انك تحمي من اشعه الشمس. فيه SPF 50. المهم كما قلت لكم لا دي كريمه البنات زوينه، كتعطي اللوين زوين في الوجه، كتخلي الوجه زوين ورطب وما مشققه لك لا اللون لا حتى شي حاجه. تخلي اللون في الوجه رائع جدا، تتخلي اللون زوين. هاد الكويرات هادو فيهم واحد البروديه باردين. بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بوش، هاد لا ماشين راها زوينه. البنات اللي عندهم لي بوش تحت العين
عندهم انتفاخ تحت العين، وتدير ميكرو كورنت حتى التجاعيد الاوليه اللي تتكون دايره بالعين. يعني الا بدينا تنديروا شي سيروم واعر وتنداوموا عليه وتنداوموا على الماساج بهذه، من طبيعه الحال راه الايفي غادي يبان. المهم كنماسيو بحال هكا. هاد البلاصه هذه فين تتكون ديك العيبه هنايا، هي شوفوا واحد شويه بدات بقى ما غرقتش ليا، بقى ما غرقتش، ولكن انا راه حاضيه وجهي، يعني يكون كلشي مرون، ولكن وجهي ما تنساش. ضروري برودويات الوجه، ضروري احسن ما نبداو ندقوا في البوتوكس وفي الفيلر المهم كيف ما كتشوفوا الريحه زوينه بزاف، الريحه واعره تبقى في الشعر، الريحه زوينه. المهم طبعا ماشي هذا هو لومبالاج، هذا غير لومبالاج ديال اصلا تيكيتات لاصقين عوجين وكلشي. اللومبالاج ديال لابوراتوار اللي رسلو باش انا نختار ونشوف اشنو رسلو. داروا ثلاثه قالوا لي اختاري الشامبو اللي بغيتي. المهم ما علينا، تكتبوا لي عافاكم في التعليقات ولا في الميساجات اشنو شامبوان في نظركم، واش ندير 2 شامبوانات ولا ندير غير واحد ولا نديرهم بثلاثه في نظركم. عاونوني حتى نتوما، عافاكم عاونوني حتى نتوما باش انا يكون عندي لي كياري. ما عرفتش واش نحط شامبوانات بثلاثه للبيع ولا ندير غير شامبوان واحد. المهم انا داكشي مصاوب مزيان البنات، ماضي نيطالي، داكشي مصاوب واعر، داكشي مصاوب ما فيه كاينش تخرشيش في المكونات، يعني داكشي طبيعي وواعر، طبيعي وفي نفس الوقت فعال. والبرودوي الاخر اللي كاين، المهم غادي نختار شامبوان واحد. حتى نتوما عافاكم كتبوا لي في التعليقات اش من شامبوان اللي بغيتو، واش ديال الشعر جاف جدا ولا بلوك شامبو ولا جيلاتين شامبو اللي تيخلي الشعر رطب تيسرح الزغبه اللي تتكون استريكاتا اللي تتكون الزغبه ما تبغيش تسرح. هادشي لاش لايق بلاتي اختي ولدي تيغوت يمشي يقول شي كلمه. المهم هنا كاين 15 ان اين ماسك، 15 الحاجه تيرطب فيه 15 الخاصيه، اللي هو هاد السبراي هذا اللي كديريه من مورا الغسيل ديال الشعر، كترشي به شعرك من الاطراف من البلايص الناشفين، كترشي به، ريحته واعره، ريحته زوينه، كترشي به الشعر وكتمشطي وكتخلي الشعر ينشف. دابا هادشي اللي غندير انا، غنخلي شعري ينشف وغادي نشوف كيفاش غادي يخرج بلا سوشوار بلا حتى حاجه. غنشوف دوك الاطراف الناشفه كيفاش غادي تخرج. شو راسي ولا تيبان بحال البوله تعلميها انك تبراي بعلم الطاقه. انا اصلا دخلت لهادشي ديال علم الطاقه في الاول على حسب البانيك اتاك اللي كان تيجيني، يعني على حسب البانيك اتاك كيفاش نعالج الخوف. وشريت كورس ديال، لا ما نقول الاسماء باش ما نطيحش لهم السوق، ديال واحد لواحد. شريت كورس ب$1000 وكورس ب$500 وكورس ب$300. شريت كورسات ما نقولش لكم شحال من كورس شريت بلا حساب، فلوسي كاملين كلهم كنت نشريهم كورسات. غير تخربيق، يكذب عليك الكذاب، تخربيق. لا واه جلسي تنفسي فكري شوفي هادي ديري هادي، التامل ديري اش من تامل. الله يهديكم والله البنات، عيشوا عاديين، عيشوا حياه عاديه. لا ضرك شي حاجه اورغانيك، يعني يا اما تكايته يفوتك الحال، يا اما تشربي ليها الدواء باش تهمد عليك. ما كاينش غتعالجيها بالطاقه. من طبيعه الحال الناس الخايبه راك ما غترافقيش معاها، الناس اللي تعطيك ديما غير الشكاوي راك ما غترافقيش معاها، الناس اللي مبشوره وتضحك لك في وجهك وضعيفه معاك وكلشي، هذوك هما الناس معاهم تترافقي تدوزي معاهم وقت زوين. هادشي راه ما يحتاج يقولوا لك لا عالم ديال الطاقه لا عالمه ديال الطاقه، راه غير كيبيعوا الاوهام لعباد الله. شي وحده تقول لك راه لا اكرام رانا متبعه ورانا دايره، انا كنت متبعه وانا كنت تنشري الكورسات وانا كنت عيني مسدودين في داكشي ديال الطاقه. تنقول هادشي هو اللي كاين، العلاج غير بالطاقه، ما كاين العلاج لا صافي. تتهزيت ومشيت للسبيطار وعطاوني الدواء وبريت بالدواء باش بريت، ماشي بالطاقه. هذوك الناس تيبيعوا الاوهام. واخا تقولي لي لا اكرام راك انت غالطه، شوف راه انا جربت قلت لكم شحال من كورس. واخا تقولي لي انت غالطه راه هادشي ديال علم الطاقه تيعالج وتيدير بغيت نقول لكم راه تيبيعوا الاوهام. تتحسي براسك في الاول بحال راك غتوصلي للسما، بحال غتقيسي السما، راك صافي الطاقه طرطاقه هذه، هذا الطاقه السلبيه الطاقه الايجابيه،
خاصك تكوني مع الناس المحيطين الايجابيين، السلبيين ما خاصك تكوني معاهم. خاصك ديري التامل، خاصك ديري يا المانترا تخربيق. عيشوا عاديين، عيشوا طبيعيين وعاديين. الناس فيهم الطوب وفيهم الحجر، فيهم الخايب وفيهم المزيان. شوف انتي معاهم تتراوي، فيهم الخايب وفيهم المزيان. عرفتي باش تيقتلوني تيلعبوا على العقل ديال الناس، بالخصوص شي واحد مريض، شي مرض اورغانيك، شي مرض عضوي، وتيقولوا لي غادي نبريوك بالطاقه. عرفتوا تيقتلوني باش ما يخليوش السيد يمشي عند الطبيب يتعالج، ولا لا كان شي واحد عنده شي اعاقه حركيه باش ما يمشيش يدير ترويض طبي، يدير الترويض ويدير العلاج اللي خاصو يدير. تيقولوا لي غنعالجوك بالطاقه، وتيبقاو ياكلوا العباد الله في دماغهم وياكلوا في الفلوس. داكشي راه غير بوبليسيتي تيديروا لراسهم الاشهارات وصافي. راه ما كاين لا علاج بالطاقه لا حتى حاجه، تخربيق. وتدخلوا للعالم البوديزموس، العالم ديال البوذا والبوديزموس وداكشي اللي تيديروا البوذيين وتيقولوا حنا مسلمين، تيكونوا اصلا هما. المهم القصه طويله ديال هادشي، لا جيت نهضر لكم عليه ما غنسكتش اليوم، لا ما خليونا غير سطحي احسن. سؤال يتكرر ويتكرر هو اكرام، عاودي لنا تجربتك في علم الطاقه. كيف ما شفتوا هاد البنت كتبات لي عفاك اختي اكرام، عاودي لنا تجربتك في علم الطاقه وداكشي اللي كنتي. لحقاش كنت كنهضر على هاد المواضيع بزاف قبل ما نمرض، وصراحه المرض ديالي في لاماني في سكيزوفرينيا كان السبب ديالو حتى داكشي ديال علم الطاقه. لحقاش كنت تعمقت فيه بزاف، تنشري الكورس اللي لقيتو تنشريه، تندير التامل، تنبقى ندير داكشي ديال المانترا، داكشي ديال ما نقولش لكم شحال كنت ندير هاد التخربيق هذا. اشنو غنقول لكم عليه؟ اش بغيتوني نقول لكم عليه على علم الطاقه اختي؟ اش بغيتيني نقول لك عليه؟ انه مضيعه الفلوس ومضيعه الوقت وخزعبيلات ما عندها تا وجود. من الاحسن تعيشي عاديه، عيشي عاديه بلا تخربيق بلا حتى شي حاجه. تنقولها لك عن تجربتي الشخصيه، هذاك الشيء غادي غير يهزك ويزعزعك.